ويا صباح الفل على عيونكم. يلا نبدأ نجهز برضو التوضيبات حفلة عيد الميلاد والتجهيز والكاترينج والأكل الحلو اللي هنعمله في بيتي ونضيف وطعمه أحلى وأرخص بكتير من بره. تعالوا نشوف هنعمل إيه دلوقتي. جهزنا السلطة، سلطة الكول سلو، جهزنا الكفتة، تبلنا البانيه، فهنبتدي نقفل بقى حاجات. هنختبر الخميرة بتاعتنا. هجيب معلقة سكر. على قد ما الواحد بيعمل مخبوزات، على قد ما دايما اختبر الخميرة. ولا مرة عملت عجينة او حاجة او مخبوزات يعني من غير ما تكون من غير ما اختبر الخميرة، عشان ما اخسرش مجهود والحاجة كمان. ويعني لازم اختبر الخميرة واتأكد من جودتها. هقلبها وسيبها بقى تخمر ونكمل يومنا ان شاء الله. صباح الفل على عيونكم، وربنا يخلي لكم ولادكم وحبايبكم يا رب وتفرحوا بيهم. شايفين الخميرة كده اختبرناها وبقت كويسة. خلاص بقى نبتدي نشتغل في العجينة بتاعتنا. هنحط معانا 3 كوبايات من الدقيق. انا بستعمل دقيق بيتزا او دقيق متعدد الاستخدامات، بس يكون نوع كويس. بسم الله. بعدين هضيف الزبادي، وهضيف كمان الخميرة بتاعتي، وابتدي اقلب كل المكونات سوا. هقلب، ولو حسيتي العجينة عايزة سائل، يا اما هتضيفي ميه فتره مش دافيه او مش سخنه اقصد، ويا اما لبن اللي هو حليب. فطبعا ده كده محتاج سائل. هنعجنها بقى كويس قوي وارجع لكم. بصوا هنا العجينه اول ما لمت معايا حطيت معلقه او معلقتين من الزيت. لما بنحط الزيت بتحسي ان هي قطعت كده، فهعجنها تاني عشان التقطيعه دي تروح وتبقى عجينه متماسكه. بصوا العجينه بقت عامله معايا زي اللبان ازاي. مفيش اي بواقي في الطبق بتاعي او البوله بتاعتي. والله ما شاء الله جميله. وبما انه عيد ميلاد دودو فدي اهم واعز اكل على قلبه البيتزا، فما كانش ينفع يعدي كده الحفله اللي احنا عاملينها او اليوم بتاعه ده كده يوم عيد ميلاده او الكاترينج يسموه اي حاجه يعني. فما كانش ينفع يعدي من غير ما نعمل له الوجبه المفضله عنده اللي هي البيتزا. ولو جربتوا البيتزا بتاعتي صدقوني مش هتشتروها من بره يعني. الحمد لله اللهم بارك. الولاد لما بيجوا عايزين ياكلوا بيتزا بيقولوا لي ماما اعملي لنا بيتزا، مش نطلبها مثلا من مكان او حاجه. فجربوها والله هتدعوني. انا غالبا بقالي مثلا بتاع 10 سنين بعملها، والحمد لله بفضل الله اللهم بارك نتيجتها ما شاء الله بتبقى حلوه باذن الله. كده فاضل عندنا الخضار بتاع البيتزا. مكونات البيتزا يعني هقطعها، اللي هي الزيتون، الجبنه اللي هتحشيها، فراخ، سوسيس، اي حاجه. كمان هقطع فلفل وطماطم، و اي بقى حاجه عايزه تقطعيها، كابوتشا، بقدونس، اي حاجه كديكور كده هنجهزها ونقطعها وتبقى على التفنيش يعني. واحنا بنفنش انا لازم طبعا انا بنهج من كتر العجن، لان البيتزا بالذات لو بذلتي فيها مجهود هتطلع العجينه حلوه يعني. كتر العجن بيخلي العجينه ما شاء الله حلوه وهشه ومش مكتومه. لو عندك عجان افضل بكتير، ولو ما عندكيش هتتعبي وتنهجي شويه كده، مش مشكله، ادينا بنحرق دهون بس. فعشان كده هقفل بقى دلوقتي معاكم ونكمل تقطيع وتجهيز بقيه الحاجه. امبارح لما قفلت معاكم رحت قلت لكم تصبحوا على خير، لقيت نفسي قلت طب اعمل ايه تاني برضو يسهل عليا، فعملت صلصه البيتزا. فعملت صلصه البيتزا او الميني بيتزا اللي هنعملها النهارده. قلت ان هي لو باتت مش هتغير طعم ولا حاجه، وفي نفس الوقت توفر عليا وقت بكره وما بقاش تعبانه وواقفه طول النهار من اوله لاخره. فادي كده صلصه البيتزا: زعتر، ملح، سكر، زيت، بصلايه ندبلها صغيره خالص واحلى صلصه بيتزا. وبعد ما عملنا عجينه البيتزا وسبناها تخمر، ابتديت احضر كل بقى الحاجات اللي محتاجه تقطيع. الخضار عندي كله اللي محتاج تقطيع قطعته، سواء للبيتزا او للديكور، لتزيين الاكل، للحشوات، لاي حاجه انت عايزاها. بتغسلي الخضار كله وتقطعيه، برده هيوفر عليكي وقت. بس انا بحس ان انت لو قطعتيه قبلها من يوم ان هو هيدبل، فانا قطعته دلوقتي عادي، ما خدش مني وقت على ما عجينه البيتزا تخمر شويه. يبقى حضرنا كمان الخضار او الحشوات بتاعه البيتزا او الساندوتشات او التزيين ايا كان، فكده حضرناها. هعمل كمان معاكم
هعمل كمان معاكم سلطه بنجر، بتبقى حلوه قوي مع الاكل، خاصه الاكل كله نواشف وساندوتشات وكده، فبيبقى عايز حاجه تبلع. فعملنا امبارح الكول سلو، ودلوقتي هنعمل سلطه البنجر. البنجر انا غسلته كويس وكحته، مش بالسكينه، بظهر السكينه من هنا. هبتدي بقى اقطعه نصين او زي ما هي، سيبيها واحده وبديله سلقه خفيفه. بصوا ما شاء الله من جوه. البنجر ده يا جماعه مفيد جدا جدا، لو قعدنا نتكلم في فوائده مش هنخلص بجد. دخلوه في الاكل، ممكن تعملوه مع رمان، مع تفاح وعصره ليمون كده، عشان تستفادوا بكل الفيتامين اللي فيه بجد. وهم هحط بقى عليه شويه ميه واديله غلوه كده، ونكمل مع بعض هنعمله ازاي. كمان النهارده الذره الحلوه، بس مش زي ما هي كده، هنقشرها ونقطعها كده بالسكينه، وهسلقها برده زي البنجر. فهبتدي اعملها معاكم، نقشرها كده وهبتدي اقطعها. بصوا هنا قطعتها بالسكينه، هتبقى بايتس كده مثلا، كل فرد ياخد قطعه قطعتين زي ما يحب، عشان برضو ندوق من جميع، مثلا لو هو اوبن بوفيه او كده، يدوق مثلا من جميع الاصناف. عجبه دمك مش عايز يكملها، ما تبقاش حته كبيره، يعرف يكمل ويدوق من، لو انت عامله بوفيه اوبن بوفيه او حاجه، يعرف يدوق من كل الحاجات. فانا هعمل كده على عددنا بس يعني، لان احنا زي ما قلت لكم هي حفله صغننه كده لعيلتنا الصغيره، فمش هزود. وبس كده هحطهم برضو على النار يا دوبك كده 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، ياخد غلوه واقفل عليه. نبدا في البانيه. تعالوا اوريكم الذره ما خدتش 5 دقايق على النار، وبعدين بعد ما اطلعها من الميه السخنه بحطها في الميه الساقعه عشان ما تستويش زياده، وتبقى كرانشي كده واحنا بناكلها. شكلها تحفه، انا اكلت كذا واحده وانا بعملها. ده بالنسبه للذره. وكده يعتبر اول طبق معانا جاهز. نيجي بقى للبانيه. ايه بقى حكايه البانيه يا جماعه؟ ناس كتيره بتقول البانيه ازاي ومش ازاي، وايه الخطوات وامشي الخطوات. هنا ده بيض مع حليب ورشه فلفل صغير، اقلبهم كويس وبس كده. وده بقسماط بس، ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، ده بقسماط وبس. وده البانيه اللي انا تبلته معاكم امبارح. نبتدي نعمله ونجهزه سوا. هصفيها واحطها في البقسماط من غير بقى دقيق ولا اي حاجه. ما بستعملش الشوكه اللي كانت في البيض عشان البقسماط او الدقيق بتاعي ما يعجنش. واقلب بقى، او لو عايزه تستعملي ايدك استعمليها، بس استعملي ايدك دي بس ما تبليهاش برضو عشان البقسماط ما يعجنش معاكي. بس كده اضغط بس على البقسماط كده عشان يبقى خدت طبقه حلوه اما اجي اقليها. وبس كده ادي البانيه بتاعنا ما فيهوش اي مشكله ولا اي حاجه. هوريهولكوا كمان لما يستوي. بصوا ادي كده اللي احنا عملناهم. هكمل بقى باقي البانيه واما اجي اقلي هوريهولكوا برضو. هنا بقى سلقنا البنجر، هبتدي بقى اقشره واقطعه مكعبات صغيره. وكده البنجر قطعناه بقى بعد ما برد خالص. هضيف عليه عسل ابيض، منه صحي ومنه عشان نقلل السكر. كمان هنا البنجر ضفنا عليه العسل، نقلبه بقى كده ونسيبه في التلاجة يسقع شويه. وطبعا مع سلطه البنجر اي وصفه ليها حاولوا ان انتوا دايما تعصروا ليمون، لان فيتامين سي مع الحديد بيساعد على امتصاصه.
وبس كده. وكده تاني طبق معانا بقى جاهز. بصوا البانيه هنا بنحمره خلاص، والكفته في الفرن هوريها لكم، وهحط فيها حته فحميه كده. بصوا عايزه اوريكم درجه اللون عامله ازاي بتاعه البانيه. خلي بالكم من حاجه، انا هنا البانيه عشان يطلع معاكي لونه فاتح وحلو اول ما الزيت يسخن توطي عليه شويه، دي حاجه. تاني حاجه لازم الزيت يكون نظيف، زيتك لو استعملتيه قبل كده هتلاقيه غمق معاكي البانيه. وكمان بعد ما بعمله بالبيض والبقسماط بحطه في الفريزر شويه كده. بصوا شكل اللون بتاعه وكريسبي، والقشره عليه ما اتشالتش ولا اي حاجه، بجد تحفه. ان انتي تطلعيه على مصفى عشان ما يشربش معاكي زيت ويبقى كريسبي وما يطراش كمان. هنا دي الكفته خلاص حطيت حته فحمه وعليها حته زيت او سمنه، بس انا لسه ما اديتهاش لون كويس لاني هسخنها تاني، فعشان كده طلعتها فاتحه شويه. كده بقى البيتزا بتاعتي خلاص خمرت. بصوا كده ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بعدين بقى عشان تيجي تبتدي تشكليها هتعملي كده الزيت في ايدك نقطه بس، وتلمي العجينه تاني. اعمليها واحده كبيره وابتدي قسميها بالكوبايه كده عشان تكسبي وقت. بصوا عملناها خلاص وخلصنا كل العجينه بتاعتنا. هبتدي بقى ادهنها صلصه وارص المكونات كل واحد وعلى حسب التست اللي بيحبه، فراخ، جبنه، سوسيس، سلامي، جمبري، براحتكم. هنا دي بصوا اول حاجه حطيت دهنتها صلصه وقلت لكم عملتها ازاي، وسوسيس، زيتون، فلفل، طماطم. ممكن كمان تحطوا فلفل حامي لو حد بيحبها حار او سبايسي يعني. ودي كمان عملتها جبنه رومي، احنا بنحب ميكس الجبن قوي فبحط جبنه رومي، ولسه هحط الموتزاريلا والشيدر. هكمل واجي معاكم. هنا بقى خلاص بقت جاهزه، هدخلها الفرن، فرن حامي جدا طبعا ومتسخن قبلها كده ب10 دقايق ربع ساعه، وادخلها الفرن وما بتاخدش 10 دقايق وبس كده. بصوا بقى دي البيتزا، بس كانت سخنه طبعا فانا استنيتها تبرد شويه.